اليوم هنعمل مع بعض الزبدة النيوزيلندي الصفراء. الزبدة أساسي في وصفات كتيرة جدا، سواء حادق أو حلو، معجنات، مخبوزات. الوصفة دي طلعت ترند لأن مكوناتها بسيطة جدا. كوباية من الحليب وكوباية من الزبدة وكوباية من الزيت. هتعملي كيلو من الزبدة، وطريقة التحضير بتاعتها سهلة جدا. تابعوا معايا للآخر علشان تعرفوا فعلا هي اقتصادية ونقدر نعملها في البيت والنتيجة مضمونة ولا لأ. قبل ما نبدأ، لو أول مرة بتشوفي قناة مطبخ بيبو ما تنسيش تعملي اشتراك وتعملي لايك للوصفة القمر دي وفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك مني كل جديد. يلا نبدأ بسم الله. اول حاجة المكونات بتاعتنا سهلة وبسيطة جدا. معايا كوباية من الحليب، ومعايا كوباية من الزيت، ومعايا كوباية من الزبدة. الثلاث كوبايات يكونوا مقاس واحد وقد بعض. الكوباية العادية اللي هي 200 جرام بتاعة الشاي الموجودة في كل بيت. ومعايا كمان معلقة كبيرة من الخل، ومعلقة كبيرة من عصير الليمون، ورشة ملح صغيرة جدا. والزبدة بتاعتي بكون مستيحاها بس ما تكونش سخنة، يعني بدرجة حرارة الغرفة. طب اللبن بقى يا ترى اغليه ولا ما اغليهوش؟ اجيبه من عند اللبان ولا اجيبه لبن معلب؟ انا رأيي لما جربتها جبت اللبن السايب وغليته عشان يعمل وش من القشطة كده، واستخدمها في الوصفة بتاعتي. هتدي معايا طعم حلو، وكمان هتعزز معايا طعم الزبدة بتاعتي. لما غليت اللبن بتاعي سبته يبرد تماما، يعني ما ينفعش ان انت تستخدميه وهو سخن او هو حتى دافي، لازم تسيبيه يبرد خالص. بعد كده هنزل بكوباية الحليب بتاعتي سواء في الخلاط او في بولة، وهضربها بالهاند بلندر. طبعا هو الاسهل ان انت تعمليها بالخلاط، بس انا حبيت اعملها بالهاند بلندر قدامكم علشان خاطر تشوفوا التكنيك والنتيجة تبقى واضحة قدامكم. انا قعدت اضرب بقى في اللبن لمدة دقيقتين متواصل لحد ما عمل كده معايا رغاوي زي ما انتوا شايفين على الوش، وعمل فوم كده. كده تمام اللبن بتاعي. هبدأ بقى انزل بمعلقة الخل ومعلقة من الليمون ورشة من الملح صغيرة جدا. مش هنزود في الملح علشان الزبدة بتاعتي ما تحدقش، واقدر استخدمها في وصفات الحلو ووصفات الحادق. ما بقاش متأيدة ان انا لازم استخدمها في وصفات حادق بس. هبدأ بقى اضرب بالهاند بلندر زي ما انتوا شايفين كده. ضرب بقى ايه، مش عايزة اقولك اديها ما ترحمهاش. هنضربها كويس جدا جدا لمدة دقيقتين كده لحد ما المكونات كلها تتجانس مع بعضها. وبرضو هتلاحظي ان الفوم بتاع اللبن اللي بيطلع على الوش ده يعني زاد معانا شوية زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى انزل بكوباية الزبدة بتاعتي، وزي ما قلت لكم انا الزبدة بتاعتي 200 جرام. لو انت حابة تستخدمي كمية اكبر لازم المعيار اللي هتستخدميه يكون المعيار واحد لكل المكونات. يعني لو هتستخدمي كوباية اكبر من الزبدة لازم تكون الكوباية نفسها هي معيار الزيت، هي معيار الحليب. نوع الزبدة عندي بقى زي ما انت حابة، النوع اللي هتستخدميه هو اللي هيديكي النتيجة بتاعة الزبدة بتاعتك. يعني مثلا لو فعلا استخدمتي زبدة نيوزيلندي اصلي هتطلع معاكي بنفس طعم الزبدة اللي انت مستخدماها النيوزيلندي. استخدمتي زبدة فرن، كريستال، جنة، ايا كان النوع اللي هتستخدميه هو اللي هيطلع معاكي. انا بقى مش هكدب عليكم، انا استخدمت هنا زبدة فيرن، وبصراحة النتيجة كانت مبهرة جدا بالنسبة لي. زي ما انتوا شايفين كده ضربنا بقى الزبدة بتاعتنا كويس جدا جدا مع اللبن، مع معلقة الخل، معلقة الليمون، رشة الملح. وزي ما انتوا شايفين القوام كل ده احنا لسه ما حطيناش الزيت. التكنيك هنا بقى في كوباية الزيت، هنزل بكوباية الزيت مش كلها مرة واحدة. عارفين كده زي ما بنيجي نعمل المايونيز بننزل بكوباية الزيت واحدة واحدة. فانا هنزل بشوية من الزيت وهضرب كويس جدا 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 لمدة دقيقتين، وبعد كده ارجع انزل بكمية تاني من الزيت لحد ما اخلص كوباية الزيت بتاعتي والاقي القوام بتاعي كريمة.
حاجة مهمة جدا تخلي الزبدة تنجح معاكي هي نوع الزيت، فحاولي تستخدمي نوع زيت يكون كويس. واحنا مع بعض ماشيين على الخطوات واحدة واحدة وهنشوف النتيجة في الاخر. بس لحد دلوقتي هي نتيجة مرضية جدا بصراحة، ما كنتش متخيلة ولا متوقعة ان هي هتطلع كده. عايزة اقول لكم ان اهم حاجة عشان الزبدة تطلع معاكي مظبوطة التكنيك والخطوات الصح. وزي ما انتوا شايفين كده القوام بتاعها كريمي، حاجة كده بجد في منتهى الجمال. هجيب بقى القالب بتاعي ايا كان، قالب ألمونيوم، القالب اللي موجود عندك ده قالب الانجليش كيك، او ممكن علبة بلاستيك مش هتقول لا. وهفرد كيس كده من اكياس التلاجة او استرتش، وهبدأ انزل بالخليط بتاعي، وهبدأ اسوي الخليط بتاعي كده في القالب كويس جدا، وهخبطه خبطتين على الرخامة بحيث لو في اي فراغات من الهواء تطلع معايا. بعد كده قفلت عليه بالكيس كويس جدا ودخلته الفريزر لمدة من 3 ل 4 ساعات، وممكن تحطيها في التلاجة مفيش مشكلة خالص. القالب بتاعي اتجمد معايا وبقى جاهز، وتعالوا نشوف بقى النتيجة لما خرجناها. بصوا بقى حبايب قلب بيبو، هقول لكم رأيي بصراحة، هي شكلا ومضمونا زبدة بجد، هي في منتهى الجمال. انا ما تخيلتش ان هي بجد التجربة دي تبقى ناجحة كده. انا زي ما قلت لكم الوصفة دي طلعت ترند والكل كان بيسأل، هي فعلا وصفة ناجحة، وصفة مضمونة، وصفة اقتصادية. طيب الطعم عامل ازاي؟ الحليب هيخليها تسيل معانا ولا لأ؟ انا بصراحة ما كنتش متوقعة النتيجة دي خالص، وكنت ناوية لو هي فعلا مش حلوة كنت هقول لكم على طول، لان حرام ان احنا نكلف وفي الاخر النتيجة ما تبقاش حلوة ولا مرضية. تعالوا بقى نقطعها مع بعض دلوقتي. زي ما انتوا شايفين كده الموضوع زبدة زبدة خالص في منتهى الجمال، فجربيها هتعجبك جدا. مكوناتها سهلة واقتصادية وعلى قد الايد. زي ما انتوا شايفين كده لون وطعم وريحة حكاية. اهم حاجة علشان تطلع معاكي مظبوطة تمشي على الخطوات والتكنيك صح، هتطلع معاكي زبدة صح الصح. وعلشان خاطر تطمنوا حبيت اوريكم لما هنسيحها على النار هتبقى عاملة ازاي. زي ما انتوا شايفين مفيش اي اختلاف خالص عن الزبدة اللي بنشتريها جاهزة من بره، بجد بجد في منتهى الجمال. عايزة اقولك كمان الريحة وانا بسيحها حلوة جدا. وزي ما قلت لكم انا كنت خايفة ان هي الوصفة ما تبقاش حلوة فاستخدمت زبدة فرن، لكن انت ممكن بقى تستخدمي النيوزيلندي وانت مطمنة، مادام هتمشي على التكنيك والخطوات مظبوطة هتطلع معاكي زبدة صح الصح. اسكت لحد كده؟ لا، رحت نازله بيضتين بقى على الزبده القمر اللي احنا عملناها مع بعض دي. بجد كانت النتيجه بالنسبه لي مبهره جدا جدا. الريحه وانا بعمل البيض في منتهى الجمال. ووزن القالب طلع معايا من 600 ل 700 جرام، لان انا استخدمت الكوبايه ال 200 جرام. اما لو استخدمنا مقاس الكوبايه اكبر اكيد القالب بتاعنا هيكون الوزن بتاعه اكتر. زي ما انتوا شايفين كده ولا فيها حليب ولا اي حاجة. اول مرة بس عشان نعملها اشترينا زبدة. بعد كده هتاخدي كوباية من الزبدة اللي عملناها مع بعض وهتكرري نفس الخطوات، عارفين زي طريقة الزبادي بالظبط. استخدميها بقى في وصفات حادق، في وصفات حلو، هتطلع معاكي طعمها في منتهى الجمال. ودي كانت وصفتنا النهاردة. ولو عجبتك الوصفة القمر دي ولسه ما حطيتيش لايك، يلا بسرعة حطي لايك واكتبوا لي في الكومنتات بتتابعوني من اي بلد، بيسعدني جدا متابعتكم. بحبكم في الله واستنوني في وصفة جديدة. دمتم سالمين وفي احسن صحة وفي احسن حال، والسلام عليكم.